انا جاي احرق لك دور المجموعات في بطولة كأس العرب. لو انت فاكر اللي هي بطولة اي كلام، خليني اصحح لك المعلومة ديت واعرفك اللي هي بقت بطولة رسمية من اول النسخة اللي فاتت 2021، والفايز فيها هياخد البطولة ديت اكتر من 7 مليون دولار. رقم كبير جدا، اضربها انت بقى بعملتك. وعايزك تعرف ان الجايزة ديت اكبر بكتير من جايزة بطل افريقيا واكتر من جايزة بطل اسيا. طبعا دي معلومة انت ما كنتش عارفها. وللعلم في فرق مشاركة بالفرق الاساسية بتاعتها، مش كلهم زي منتخب مصر. خليك معايا وهقول لك مين الفرق اللي مشاركة بالفرق الاساسية ومين تاني لا. وخليك معايا كمان علشان اعرفك مشكلة منتخب مصر، وهحرق لك كل مجموعة مين اللي هيتأهل فيها. واكتب لي في الكومنتات انت منين وبتشجع منتخب ايه. وقبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هقول لك مين هي الفرق اللي مشاركة بالفرق الاساسية ومين المنتخبات اللي مش مشاركة بالفرق الاساسية. مشاركة بالفريق رقم 2 او الفريق الرديف زي ما بيقولوا. فيلا بينا نوضح بالتفصيل. اولا، اغلبية فرق اسيا، الفرق العربية اللي مشاركة من قارة آسيا، مشاركة بالفرق الأساسية. هتقول لي اشمعنى؟ عجبني السؤال. هقول لك عشان هم حاليا ما عندهمش بطولات زينا، ما عندهمش بطولة آسيا، يعني مش هيبقى في إرهاق على الفرق بتاعتهم، مش هيبقى في إجهاد. بعكس الفرق الأفريقية مشاركة بالفرق التانية علشان عندهم بطولة كمان كام يوم، يعتبر خلاص آخر الشهر يعتبر. فعشان كده قالوا فريق أساسي وفريق تاني، فريق رقم 1 وفريق رقم 2، ما عدا فرقتين من أفريقيا، السودان وجزر القمر، لان هم لا مشاركين في الافريقيه ولا مشاركين في كاس العالم، فمشاركين بالفريق الاساسي بتاعهم في البطوله العربيه. عشان كده البطوله دي تعتبر صعبه على الفريق المصري والفريق المغربي والفريق الجزائري. هتقول لي طب والتونسي؟ اقول لك التونسي جايب اللعيبه اللي في الفرقه الاساسيه بس من غير المحترفين، عامل ميكس شكله حلو. كنت اتمنى ان منتخب مصر يعمل نفس الميكس دوت. طب قبل ما احرق لك اللي هيتاهلوا من كل مجموعه، حابب اقول لك في السريع جدا تشكيله منتخب مصر. تشكيله منتخب مصر كالاتي يا معلم: في الجون هيبقى بنسبة كبيرة عواد، وفي الدفاع هيبقى عندك الونش أحمد هاني، ياسين مرعي، كريم فؤاد. في خط النص هيبقى عندك النني الكابتن، والسولية وإسلام عيسى. في الهجوم هيبقى عندك أحمد عاطف قطة اللي عامل أداء عالمي، أنا مش عارف إزاي ده ما اتخدش في المنتخب الأساسي. وعندك حسام حسن وعندك مصطفى شلبي. هل أنت شايف التشكيلة ديت هتحقق لك البطولة ديت؟ هل انت شايف التشكيله ديت ممكن تأهلك من دور المجموعات؟ اكتب لي في الكومنتات وسيب لي رأيك في الكومنتات. ندخل على النقطة اللي بعد كده، مين هيتأهل من مجموعته ومين مش هيتأهل. نبدأ بأول مجموعة. المجموعة الأولى هيتأهل منها منتخب قطر، لأن هو البطولة هتتلعب في أرضه وفي نفس الوقت هيلعب بالأساسيين، ومنتخب قطر فريق تقيل. وعندك معاه منتخب تونس. المجموعة دي صعبة جدا يا جماعة. اما في مجموعه رقم 2 هيبقى المتاهلين عندك اقوى فريقين في البطوله، المنتخب السعودي والمنتخب المغربي. وعندك بعد كده في المجموعه الثالثه اللي فيها منتخب مصر، هتبقى مجموعه صعبه على منتخب مصر، لان منتخب مصر مش الفريق اللي رايح فريق قوي، بس ربنا يسترها معانا. انا هقول لك هيتاهل منتخب مصر ومنتخب الاردن. عندك المجموعه الرابعه هيتاهل منها منتخب العراق. للعلم منتخب العراق اكتر فريق عربي فاز بالبطوله ديت، فاز بيها 4 مرات. وبعديه هيجي المنتخب السعودي فاز بيها مرتين. وبعديه هيجي منتخب مصر وتونس والجزائر والمغرب، كل واحد فيهم فاز بيها مره واحده. نيجي للمنتخب اللي هيتاهل من المجموعه الرابعه مع العراق، هو منتخب الجزائر. اخر حاجه بقى عايز اقول لك عليها، وعايزك تقول لي انت كمان رايك في الكومنتات. اقوى فرق يعني مرشحه بالنسبه لي للفوز بالبطوله هم السعوديه والعراق والمغرب، رغم ان المغرب مش الفريق الاساسي. عايزك تتابع معايا وتعمل سبسكرايب في القناه، علشان لما الحلقه اللي بعد كده هحرق لك اللي هيتاهلوا في المواجهات خروج المغلوب. يعني احنا مع البطوله ديت وهنكمل معاك في البطوله ديت، والبطوله ديت لازم تاخد حقها من المشاهده، لان صدقني هيبقى فيها شويه ماتشات نار، بالذات اللي المنتخب السعودي بيفارق
بالذات ان المنتخب السعودي بيشارك بالفرق الاساسيه بتاعته. عايزك تكتب لي في الكومنتات انت بتتابعني وبتتفرج عليا من اي بلد، وتعمل فولو لايك وسبسكرايب، وبس كده.